مبدئيا كده انا داخله المطبخ وانا زعلانه. جوزي بعد ما قال لي ما تعمليش عشاء وانا هجيب لك عشاء معايا وخلاص اتكلت عليه وريحت بالي، جه في الاخر وقال لي اصلا انا نسيت. فكرني بقى ان انا هقعد زعلانه بقى ومش هعرف اتصرف وكل الحاجات دي. طبعا اكيد مش ام مرهان اللي تعمل الكلام ده. دخلت المطبخ يا ولاد، بس دخلت المطبخ وانا كل زعل يا ولاد، بس انا ماشيه بمبدأ مفيش وقت للزعل، اشتغل وانت بتعيط. المهم هنسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى في وصفتنا النهارده. معايا نص كوبايه ميه وعليهم معلقتين سكر وكيس خميره وهدوبهم كويس قوي وهركنهم على جنب. عايزه اقول لكم يا ولاد، انا من النوع اللي طالما حد عشمني بحاجه بقعد مستنيه الحاجه دي، ولما بيخلى بيا بقى بص باخد الصدمه، بس عادي بقى برجع واكمل عادي، مش مشكله مش مشكله، كله يقول علشان خاطر ابو مرهان وابو رحيم وعشان خاطر العيال. المهم دخلت معايا كانوا دوت كيلو الا ربع دقيق. تمام، كيلو الا ربع يعني حوالي 4 أو 5 كوبايات دقيق، 5 كوبايات دقيق، وعليهم ربع كوباية زيت، وعليهم ذرة ملح، وعليهم اللهم صل على النبي شوية زعتر. تمام، شوية زعتر وقلبتهم كده كويس مع بعض. و اللهم صل على النبي، بعد ما اقلبهم حلو كده مع بعض انا كده عملت تيست الخميره وكده جهزت الدقيق. طبعا انتوا مبدئيا طالما شفتوا الزعتر عرفتوا انا هعمل ايه، صح ولا غلط؟ الزعتر بيتحط بالذات واكتريه المعجنات بتحط في البيتزا. تمام تمام. المهم نزلت بقى بالخميره بتاعتي اللي عملت لها تيست، وبقيت بقى بقلب العجينه كده كويس مع بعض. وبعد ما معجن العجينة هتحتاج طبعا معايا شوية مية، جبت لها حوالي كوباية مية تاني، نفس الكوباية اللي كانت فيها الخميرة. حطيت فيها مية، بس مية ايه، مية فترة، يعني مش فترة قوي، المهم تبقى عاملة زي دمعة العين كده. تمام تمام. بس وعجنت كويس جدا. بعد ما عجنها اهم حاجة عايزة تتأكدي ان العجينة بتاعتك اتخدمت كويس. بعد ما تعجنيها تبقى مش ملزقة، مفيش في ايدك خالص عجين، ولا في البولة اللي بتعجني فيها او في الطبق اللي بتعجني فيه ما يبقاش فيه عجين. بصي وانت بتعجنيها وبتلميها بتتلم معاكي بكل سهولة ومفيش فيها اي تلزيق. تمام تمام. هغطيها بقى بكيس، اي كيس عندي جبته من التربو. والمهم حطيتها، سخنت الفرن وطفيته وحطيتها في الفرن. تمام، بس بعد ما طفيته يعني يعني دفيت الفرن وحطيته، عشان تعرفين ان احنا في الشتاء طبعا وايه، الخميره يعني ايه مش بتبقى زي الصيف. اي معجنات عندك مش بتبقى زي الصيف. المهم كان عندي بقى ايه صدرين كده فراخ، غسلتهم كويس ونقعتهم بقى في ميه وفي ملح. بس الكلام ده بعد ما غسلتهم وقطعتهم، قطعتهم بقى مكعبات، عايزه تقطعيهم بالطول براحتك. لو بقى ما عندكيش فراخ طبعا عندك لحمه مفرومه شغال، عندك سجق شغال. انا قبل كده عملتها بالكبده بتاعه الفراخ، كانت حكايه برضو. بس كده يعني اي حاجه اي حاجه كله شغال كله شغال. المهم يا ولاد ما تقفوش على حاجه، يعني اعملي كده وفرحي عيالك. جبت بقى الطماطم بتاعتي، هعلمك بقى احسن طريقه لصلصه البيتزا. احسن طريقه، بتجيبي الطماطم وبتشرخيها كده شرخات ايه، يعني تقطيعات كده عشوائيه. تمام تمام، مش بتقطعيها للاخر يعني. بتحطيها في ميه وتسيبيها تاخد غلوه لغايه لما القشره بتفصل من الطماطم نفسها. في الوقت ده انا كنت بشوح الفراخ، شوية زيت، عندك معلقة سمنة حطي، ما كانش عندي انا. اديت الفراخ صدمة مع معلقة كزبرة، كمون، بابريكا، فلفل اسود، ذرة ملح، مكعب مرقة. بعد ما اديتها كده تشويحة كويس جدا، رحت ايه حطيت بقى معايا بصلاية متقطعة تقطيعات صغننة، ومعايا قرن فلفل سبايسي، اهم حاجه السبايس عشان احنا بنحب الحاجه الحراقه. ومعايا في الاخر كده حطيت طماطمايه، انا المفروض كنت حطيت الطماطمايه في الاول. عايزه اقول لكم رحيم مش مخلينا منتج الفيديو خالص والله، والتليفون عمال يرن وانا متلهوجه وحتى تلاقوني بقطع في الكلام. المهم بعد بقى ما الطماطم خلاص خدت الغلوه بقى، وشوفوا القشره بتتشال بسهوله جدا جدا جدا. بعد ما بشيل القشره ديت بجيب الهاند بلندر، ما عنديش هاند بلندر، عندي الخلاط، بحط في الخلاط وبضربها كويس قوي. بس يا رحيم بقى ثواني همنتج الفيديو. ها ليه؟ بس المهم بضربها كده كويس جدا. المهم ما اخليش في الطماطم اي حاجه،
بتبقى مضروبه معايا كويس. بصوا بقى، بحط بقى زعتر، فلفل اسود، كزبره، كمون، شطه، بابريكا برضو. وبعد ما بحطها كده برجعها تاني على النار. شايفين؟ بصوا التكايه، بعد ما بحط برجعها تاني على النار، بتاخد بالظبط 3 أو 4 دقايق على النار. المهم يعني الصوص بقى بيبقى صوص بيتزا رهيب، اللي هو يعني زي الكتاب ما قال، من غير ما تحط لها ولا كاتشب، ولا تحط لها صلصه، ولا تحط لها اي حاجه. هي بتديكي لون فظيع، وهتشوفوه معايا في الاخر. المهم خلاص، كانت الخميره بتاعتي اختمرت زي ما قلت لكم. انا حميت الفرن، حميته يعني ايه، سخنته بس، وطفيت الفرن وحطيته. ما خدش معايا بالظبط يعني حوالي بصراحه 20 دقيقه. 20 دقيقة وكانت اختمرت عندي. ال5 كوبايات دقيق عملوا لي 3 بيتزات متوسطين كده حلوين. تمام. بفرد بقى واحدة واحدة، وبعدين زي ما قلت لكم علمتكم قبل كده، انا عاملة كذا فيديو للبيتزا قبل كده معاكم في الصفحة برضو. المهم يا ولاد، صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. جبت بقى البيتزا بتاعتي خلاص. شايفين اساس؟ بصوا البخار لسه نازلة من على النار. تمام. تمام. كانت بقى خلاص كده معايا. فردت ال3 بيتزات وجبت الصلصه. خلاص الصلصه ديت اعتمدوها، صدقوني جميله جميله جدا. من غير بقولك ما تجيبي صلصه جاهزه. في ناس بتحط صلصه جاهزه، في ناس بتجيب صلصه على كاتشب وتعملها. لا، بالطماطم زي ما قلت لكم كده، وبنفس الطريقه دي. هي دي بتاعه المحلات صدقوني. وجبت بقى عندي طماطم، عندي شويه فلفل، عندي اي خضار عندك بتحطيه فوق. ما عندكيش لحوم خالص وعايزه تجيبي لانشون تحطيه ماشي، عايزه تجيبي اللي هو السوسيس وتحطيه ماشي، عايزه تجيبي هوت دوج، كله شغال. انتوا عارفين البيتزا بتاخد اي حشو عادي. انا عملت قبل كده ميني بيتزا معاكم بالجبن بس، من غير اي حاجه، جبن بس. طبعا جبت الفراخ ووزعتهم. انا كل ده بوزع على ال3 صواني مع بعض ماشي، ومشغله الفرن ومشغله الميكرويف، يعني كنت شغاله على الاتنين علشان خاطر كده كده اساسا الوقت اتاخر. يعني هو ده كان المفروض نتعشى وهو خذلنا. احنا مش خذلنا، احنا حطينا في الغساله الاوتوماتيك. دمر مستقبلنا. احنا كنا يعني ناويين بقى على عشاء بقى وهيجيب لنا، بس يعني العشاء دوت والبيتزا دي طلعت احسن من الجاهزه مليون مره، مليون مره صدقوني والله. بنفس الطريقه وتمشي على البيتزا بنفس الطريقه، صدقيني هتطلع معاكي احلى بيتزا، احلى بيتزا. بس عايزه اقول لكم هنا، انا نسيت الزيتون، نسيته خالص خالص. نسيت ان انا جايبه ب10 جنيه زيتون. انا صارفه ومكلفه يا اولاد والله. ونسيتهم، بس الجيش قال لك اتصرف، حطيتهم في الاخر. والله حطيتهم في الاخر عادي يعني خالص، وطلعت حلوه جميله. وجوزي اللي خذلنا، اول لما طلعت البيتزا كل نص صينيه لوحده. بصوا يا ولاد، كل نص صينيه، حتى ما استنانيش اصور. يعني انا طلعتهم وحطيتهم على البوتاجاز، ما استنانيش لما اصور. المهم شويه بيتزا بقى، عايزه اقول لك في الولا يا ولا. ما تفكروش طبعا تقولوا ايه، لا دي هي عاليه، لا لا، دي هشه وجميله. العجينه بتاعتها حلوه جدا، مخدومه صح جدا. فاعتمدوها وبالهنا والشفا على قلوبكم. يلا بقى نصلي على النبي. لو عجبكم الفيديو اهم حاجه تدوسوا لايك وتصلوا على النبي في الكومنتات. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين. استنوني في فيديو جديد، والى اللقاء.